السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. هذه سلمكم الله قصة أرسلها لي شاب سوداني. يقول أنا هاجرت إلى أوروبا وإلى بريطانيا تحديدا قبل 10 سنوات تقريبا. يقول أنا يعني من عائلة محافظة في السودان ومن أسرة متدينة، وفي البداية كانت حياتي طيبة في بريطانيا. توظفت وظيفة يعني، وجدت لي عمل ومشت أموري، إلى أن سبحان الله تعرفت على أصدقاء السوء، وهنا يعني المنعطف، وهنا تبدأ القصة. يقول تعرفت على أصدقاء سوء عرفوني على لعب القمار. صرت أروح صالات القمار وصرت كذا، وادهورت حياتي بالكلية. أصبحت حتى ما أرسل فلوس لأهلي ولزوجتي في السودان. تدينت من كل أصدقائي، كل أحد أعرفه استدنت منه، كل بنك ممكن يعطيني فرصة لقرض اقترضت، أخذت من القروض ومن الديون ومن كذا، وأصبحت حياتي في نزول إلى أن أصبح علي دين تقريبا 22,000 جنيه استرليني. هذه كلها ديون علي، يقول مستحقات. يقول شعرت بالضيق، شعرت بالضنك، شعرت بالاختناق، شعرت بالوحدة. يعني سبحان الله اجتمعت عليه من كل حدب وصوب. يقول صرت طبعا الصلاة، يقول أنا أصلي مرة وأتركها وأرجع أصلي وأرجع أتركها. يقول صرت أصلي بعد كذا، بعد الضيق هذا صرت ألتجئ الله وأدعو الله، يا رب فرج عني، يا رب فرج، وأنا مقيم على هذه المعاصي. سبحان الله. يقول حتى وصلت مرحلة إني بديت أشك في الله عز وجل. الله أكبر، أسأل الله العافية والسلامة. الشيطان لن يرضى منك بهذه المعصية، ولن يرضي الشيطان إلا أن تكفر بالله عز وجل. المعصية تقول أختي 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 أختي، والطاعة كذلك، والطاعة كذلك تقول أختي أختي، وما زلت تترقى في الطاعات أو تنحدر، نسأل الله العافية والسلامة، في دركات المعاصي والآثام. هذا يقول صرت أقول أنا أدعو، أنا مضطر ذحين. يقول يعني يفلسفها لنفسه، يقول أنا مضطر، ليش ربي ما يستجيب؟ بديت أشك أن في شيء يعني في الله عز وجل، في الوجود، في وجود إله. يعني كاد أن يلحد، إلى أن سبحان الله وقعت عيني على مقطع في اليوتيوب لأحد المشايخ يتكلم عن حسن الظن بالله، وعن آداب الدعاء، وعن كذا، وأن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه حرام ومشربه حرام، يقول يا رب يا رب أنى يستجاب له. يقول هذه المعاني كانت غايبة عني. كيف أنا مقيم على المعاصي والآثام وأطلب من الله أن يعطيني؟ هذه أصلا قلة أدب مع الله عز وجل. يعني ولله المثل الأعلى، كأنه يعني صديقك أو يعني نضرب مثل، يعني زميلك في العمل تسيء له ثم تطلب منه، مستحيل يعني. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لكن تأدبا مع الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ليعذبنا، حاشاه، ما خلقنا إلا لعبادته، ثم يسعدنا الله سبحانه وتعالى ويعطينا. هو أمرنا جل وعلا بالدعاء، هو من كرمه سبحانه أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. يقول يعني جاءت لي لحظة تداركني الله برحمته، كدت أن ألحد، كدت أن أخرج من الملة بسبب هذا الضيق وهذه الضائقة، وأنا أدعو. يقول أنا مضطر وأدعو الله ما يستجيب لي، كيف هذا؟ ثم يقول وقعت على هذا المقطع الذي ردني ورجعني لله عز وجل. لعل الله سبحانه وتعالى أرسل له هذا المقطع حتى يكون يعني سبب وبداية هداية، بداية تعديل المسار. لذلك إخواني أخواتي، لا تستهين في أن تنشر مقاطع الخير.
يعني لا تستقل أي مقطع، أي آية، أي حديث تعرف أنه صحيح، أو أي شيخ تثق في عقيدته وتثق في علمه وتثق في نصيحته، لا تتردد في أن تنشر كلام الخير. ما تدري لعل الله يعني يهدي به خلق أنت ما تعرفهم. انشر بقدر ما تستطيع. هذا يقول وجدت هذا المقطع في اليوتيوب، ما أدري من اللي حاطه على أي قناة على أي كذا، واحد نشره، فيقول ردني لله. يقول صرت استحيت من الله، أنا مقيم على المعاصي وألعب القمار وأطلب الله يرزقني. يقول صرت أبكي وأطلب الله أن يغفر لي. يقول ما كنت أن أرجع لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كريم يفرح بتوبة العبد. والله يقول ما كنت أن أرجع للتذلل لله عز وجل والحياء من الله إلا ويلهمني الله عز وجل يعني عمل صالح لي قديم في السودان، فدعوت الله بذاك العمل. يقول عمل صالح عملته قبل أكثر من 15 سنة في السودان. يقول والله في ليلة من الليالي وأنا ساجد أبكي أسأل الله الفرج، وينقدح في ذهني سبحان الله هذا العمل. قلت يا رب إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا لوجهك الكريم. وش ذا العمل؟ وش ذا العمل؟ يقول مرة من المرات كنت مار في الشارع من أبواب مستشفى، وجدت واحد واقف عند باب المستشفى ويكلم المارة، يا أخوان أحد يحمل فصيلة كذا من الدم، يعني يبحث عن فصيلة دم معينة بطريقة بدائية، يسأل الناس كيف في الشارع. يقول أمي في العناية الآن، وأنا أبحث عن فصيلة دم معينة كذا. يقول أمي في العناية وأنا أبحث عن فصيلة دم كذا. يقول سبحان الله وافقت فصيلة الدم اللي يبغى هذا الشخص، وافقت فصيلة دمي أنا. يقول دخلت معه وأعطيتهم يدي فسحبوا الدم مني. يقول والله حتى أنه مكثر علي ذاك اليوم، لكني أنا احتسبتها لله. يقول سبحان الله ما أخبرت بها أحد، كذا أراد الله أني ما أخبر بها أحد. يقول والله يا إخواني سبحان الله سبحانه وتعالى كريم. والله يقول وأنا ساجد أبكي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عني، ويطري على بالي ذا العمل. قلت يا رب إن كنت تعلم أني ما قمت بذاك العمل إلا لوجهك الكريم، اللهم يا رب إن كنت تقبلته مني ففرج عني ما أنا فيه. سأل الله بصالح أعماله. وهذا من السنن المهجورة سبحان الله، يعني أو قد تكون غائبة عن كثير من الناس أن يسأل الله بصالح أعماله، مثل ما ورد في الحديث عن الثلاثة الذين من بني إسرائيل الذي كانوا في غار في سفر، فنزل المطر فدخلوا في غار فنزلت صخرة فسدت فم الغار. فالحديث معروف للجميع، فكل يعني قال لنسأل الله بصالح أعمالنا، كل سأل الله بصالح العمل، بعمل يرجوه عمله لله عز وجل، يرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم، ففرج الله عنه. يقول بعد ما دعوت الله بهذا العمل وأنا ساجد، يقول والله ثاني يوم إخواني سبحان الله فرج الله قريب. الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، لكن يعني نحتاج التأدب مع الله في الدعاء، نحتاج نعرف كيف نسأل الله عز وجل. يقول والله ثاني يوم ولا المحامي يدق علي، محامي يقول لي قديم، حصلت قصة لي، يقول قديم كنت أنا ماشي على دباب اللي هي دراجة نارية الدباب، يقول ماشي بالدباب وواحد ضربني، يقول وكذا ما مسكوا الشرطة، المهم سالفة طويلة، فألقوا عليه القبض. يقول اتصل عليه المحامي ثاني يوم قال تذكر القضية لكذا كذا، قلت ايوه. قال الشخص ألقي عليه القبض وهو الآن يعني قد يحال للمحكمة، لكنه يريد أن يتفاهم معك، يريد أن يعطيك 30,000 يورو مقابل التنازل، لأن لو راحت المحكمة ممكن يعني يحصل يعني أكثر من كذا عليه وقد يتعرض للسجن أو كذا، لكن إذا أنت تنازلت انتهى القضية مقابل هذا المبلغ. يقول المحامي قال لكن أنا ما أنصحك تتنازل لأنه يعني راح يجيك أكثر من كذا. قلت لا 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 بتنازل خلاص خليه يجي. وقع للتنازل وآخذ 30,000 يورو. ثاني يوم سددت اللي علي كله وأرسلت لأهلي في السودان ومشت أموري واستقمت.
وعرفت سبحان الله، يعني كان درس قاسي لي. عرفت أن الله سبحانه وتعالى يستجيب من العبد إذا عرف العبد كيف يدعو الله سبحانه وتعالى. لا تكون مقيم على المعاصي تبارز الله بالمعاصي ليل نهار وتسأل الله. كذاك الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه يقول يطيل السفر، والسفر مظنة إجابة الدعاء. أشعث أغبر، يعني منكسر، يعني هيئة المتبذل. ومع هذا كله، مع هذه الأمور التي يكون بسببها استجابة الدعاء، إلا أنه مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يقول الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنى يستجاب له. كيف يستجيب الله لهذا الرجل وهو يبارز الله بالمعاصي؟ أنت مقيم على المعاصي وتسأل الله، ما يستجيب الله منك إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. لكن يعني هناك أسباب وهناك نواميس قد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكون. يجب أن تتأدب مع الله وتحسن الظن به، تحسن الظن بربك وتتهم نفسك. ما وقع عبد في بلية ولا في مصيبة إلا بما جنته عليه يداه، وما اقترفته يداه، وبما قدم، بمعصية، بذنب، بحق أحد اغتصبته، بكلمة كذا، بكذا، بشماتة. هذه الأمور كلها قد تحول بينك وبين الإجابة الدعاء. يقول فهذه قصتي، أحببت أن أرسلها لك، وأنا قرأتها وجدت يعني فيها نفع. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يجعلنا ممن يحسنون الدعاء ويتأدبون مع ربهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يختم لي ولكم بالصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.